بتاخد أدوية سيولة وفجأة لقيت ال INR نزل، مش شرط يكون الدوا غلط، ممكن يكون الغلط في طبق السلطة. عندنا مريض بياخد دوا سيولة زي الماريفان الووفرن وماشي مظبوط، وفجأة راح يعمل تحليل INR يلاقيه نازل جدا. وهنا ناس كتير بتفتكر ان الدواء ممكن يكون مش شغال كويس، لكن الحقيقة إن السبب بيكون في الأكل مش في الدواء. المريض الطبيعي ال INR بيساوي 1. إحنا على دواء السيولة بنستهدف ال INR من 2 ل3 وممكن لحد 3.5 في صمامات القلب الصناعية. واللي يجي يبوظ كل ده حاجة اسمها فيتامين ك أو فيتامين ك، وده موجود بتركيزات عالية جدا في الورقيات الخضراء زي السبانخ والجرجير والبروكلي والكرنب والملوخية. فلما تزيد فجأة في الأكل المفعول بيتعكس، ال INR ينزل، خطر الإصابة بالجلطات تزيد. الحل مش منع الخضار، الحل كلمة واحدة بس وهي الثبات. يعني كمية الخضار اللي بتاكلها في الأسبوع تكون ثابتة، يعني مش يوم محشي و3 أيام مفيش خضار خالص. قبل ما تزود الجرعة لازم تراجع أكلك. لو بتاخد علاج تزود السيولة خلي أكلك ثابت وحلل INR بانتظام، لأن صحتك مش لعبة.